السلام عليكم ورحمة الله. المغرب ولا كتعتبر حاليا نقطة محورية في ثورة صناعية جديدة، واللي هي ثورة الذكاء الاصطناعي. فدخول المغرب لهذا المجال هو رؤية مستقبلية كتعكس الطموح ديال المملكة باش تولي فاعل أساسي في عالم التكنولوجيا من خلال شراكة استراتيجية مع شركة انفيديا، واللي كتعتبر رائدة في مجال الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا ديال الذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع شركة كاسافا تكنولوجيز، واللي هي شركة إفريقية تأسست 2021 على يد رجل الأعمال الزيمبابوي سترايف ماسيوا. المقر ديالها في لندن، وكتخدم في بزاف د المجالات بحال مراكز البيانات، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. الهدف ديالها هو تطوير البنية التحتية الرقمية في إفريقيا باش توفر حلول تكنولوجيا متطورة وتساعد في ربط القارة الإفريقية بالعالم الرقمي. فبفضل هاد الشركتين غادي يتمكن المغرب من تأسيس أول مصنع إفريقي للذكاء الاصطناعي، واللي غادي يكون بداية ديال عهد جديد في القارة الإفريقية، حيث المغرب كيسعى باش يكون مركز إقليمي في هذا المجال، ماشي غير لتطوير التقنيات والتكنولوجيا، ولكن حتى لاستقطاب الشركات الكبرى، دعم الشركات المحلية، وكذلك تكوين الباحثين والطلبة المغاربة في هذا الميدان. هذا المشروع داخل في واحد رؤية كبيرة بزاف، حيث كاسافا تكنولوجيز غادي توسع هذا المشروع عند مراكز البيانات ديالها في دول أخرى بحال جنوب أفريقيا، مصر، كينيا ونيجيريا، الشي اللي كيعني أن التأثير ديالو غادي يكون كبير. وهذا الشيء مرتبط برؤية 2030 اللي كتهدف باش يتحول المغرب لقطب تكنولوجي كبير في افريقيا وحتى في العالم. كاين استثمارات اخرى جايه من شركات عالميه بحال مايكروسوفت وشركات جي 42 الاماراتيه، واللي حاطه افريقيا ضمن الاستراتيجيه ديالها. فهنا غادي نفهموا بلي المساله ما كتعلقش بمجرد مشروع، ولكن في الحقيقه هي موجه استثماريه كامله غادي تغير الوجه التكنولوجي لافريقيا. والمغرب بهذه المؤهلات عنده فرصة كبيرة باش يكون في مقدمة هذا التحول، خصوصا مع الجامعات اللي كتوفر أطر تقنية محلية، ومع الإرادة السياسية اللي كتشجع الاستثمارات الكبرى وتدعم تنافسية المملكة. وطبعا الطريق ماشي سهل، حيث كاين بزاف ديال التحديات سواء التقنية، المالية ولا حتى البشرية، بحيث خاص توفير كفاءات مؤهلة باش تواكب هذا النمو، وجلب استثمارات مستدامة واعتماد تقنيات متطورة اللي تقدر تواجه التحديات المحلية والدولية. ولكن السؤال اللي كيبقى هنا هو واش المغرب غادي ينجح في هذا الرهان وفعلا يتحول لمركز ديال صناعه الذكاء الاصطناعي في افريقيا. في الحقيقه المشروع كبير ومحتاج تنسيق بين عده فاعلين، سواء في مجال التكنولوجيا، الاقتصاد ولا حتى في الحكومه، باش نضمنوا النجاح ديالو. من بين الدوافع مور هذه الشراكه هذه مع انفيديا هي الرغبه في ان المغرب ما يبقاش غير مستهلك للتكنولوجيا، ولكن يولي مصنع ومصدر ديالها، ويخلق بيئه محفزه للبحث والابتكار باش يولي مركز رقمي حقيقي في القاره الافريقيه. هذا المشروع كيجي في واحد الوقت اللي بزاف ديال الدول الافريقيه كتعاني من نقص في البنيه التحتيه التكنولوجيه، بينما دول بحال امريكا، الصين واوروبا كيتقدموا بسرعه في هذا المجال. وكاملين كنعرفوا ان القاره الافريقيه عندها امكانيات كبيره، ولكن خاص مشاريع بحال هادو باش تقدر تنافس على الساحه العالميه. هذا المصنع اللي غادي يكون في المغرب بدعم شركه انفيديا غادي يشكل نقطه انطلاق لبزاف الشركات الناشئه والمشاريع التكنولوجيه، حيث غادي يوفر مراكز متخصصة، دعم تقني وفرص الابتكارات المحلية، شي اللي غادي يساهم في تنمية الاقتصاد ديال المملكة المغربية. وزيادة على هذا الشيء، المشروع غادي يفتح أبواب جديدة أمام التعاون بين الشركات الكبرى العالمية وبين المقاولات المحلية، شي اللي غادي يخلق منظومة تكنولوجية متكاملة في القارة. وأيضا حتى الطلبة والباحثين المغاربة غادي يكون عندهم فرص تكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء غادي يعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا للسوق المحلية. فبوجود هذا المصنع هذا في المغرب غادي يعطي ايضا جاذبيه كبيره للمملكه باش تجلب استثمارات اجنبيه اضافيه في مجال التكنولوجيا، سواء عبر شركات صناعيه او من خلال مشاريع بشراكه مع كبريات الشركات العالميه. وبالتالي هذه الخطوه غادي يكون عندها اثر مباشر على الاقتصاد الرقمي في المنطقه، من خلال خلق فرص شغل جديده ودعم الشركات الناشئه اللي كتركز على الابتكار التكنولوجي. ومع تزايد الاستثمارات في البنيه التحتيه الرقميه كيبان ان افريقيا على اعتاب ثوره تكنولوجيه كبيره اللي ممكن تبدل موازين الاقتصاد في القاره. وافتتاح هذا المصنع غادي يسرع انتشار التكنولوجيا في افريقيا، ويمكن الشركات الافريقيه باش تواكب التطور الرقمي. والمغرب غادي يكون في وسط التحول هذا كمركز استراتيجي لتطوير التكنولوجيا الحديثه في شمال افريقيا والشرق الاوسط. هذه الشراكه مع انفيديا ممكن تكون بدايه جديده لافريقيا في طريق تحقيق استقلال رقمي اللي كيتجاوز استهلاك التكنولوجيا نحو الانتاج والتطوير ديالها، باش يتم حل المشاكل اللي كتواجه القاره. فالتحول التكنولوجي ماشي غير تطوير البنية التحتية فقط، ولكن هو فرصة حقيقية باش يتعاود تشكيل مستقبل الاقتصاد القارة اللي كتعاني من تحديات بحال ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، وضعف البحث العلمي.
ولكن رغم هذه التحديات وكأي تحول كبير، هذا النوع ديال المشاريع كيبين أن الذكاء الاصطناعي اليوم كيتعتبر واحد من العوامل الأساسية في تغيير المستقبل. بفضل هذه البنية التحتية الجديدة، الشركات الناشئة في افريقيا غادي يكون عندها وصول اسهل لتقنيات متقدمة، الشيء اللي غادي يخلق فرص كبيرة للمبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة باش تطور حلول مبتكرة اللي تقدر تساهم في مجالات بحال الفلاحة، الصحة والتعليم. فمثلا في الفلاحة الذكية، الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد في رفع الإنتاجية وتحسين تقنيات الري، وفي الصحة يمكن يساعد في تشخيص مبكر للأمراض واقتراح علاجات مناسبة. وبالتالي كيبقى السؤال هنا، واش المغرب غادي يقدر يستغل هذه الفرصة باش يحقق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا؟ واش افريقيا غادي تلتحق فعلا بالثورة الرقمية ولا غادي تبقى في دور المستهلك؟ هذا المشروع ممكن يكون نقطة بداية لعدة مشاريع مستقبلية، والذكاء الاصطناعي اليوم ماشي غير أداة، ولكن هو قوة تقدر تبدل الوجه الافريقية وتعاود ترسم معالم المستقبل. كنشكركم على حسن المتابعة، كان معكم عندنا سلطان، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.